لازم تحذر الخطأ ده، لان لو حضرتك عملته مش هتقدر ان انت تستلم الرموز الخاصة بيك من بوت اكس امباير. المفروض متبقي يوم و23 ساعة على ادراج عملة اكس امباير على جميع المنصات، فاضل يوم و23 ساعة زي ما حضرتك شفت كده بالظبط. طيب ايه الخطأ اللي لازم احذره عشان ما اوقعش فيه وعشان ابتدي استلم العملات الخاصة بيا؟ والاهم من كده توزيع العملات هيتم ازاي؟ والاهم من كده ازاي اربط المحفظة الخاصة بيا؟ كل ده واكتر هنعرفه دلوقتي من خلال الفيديو دوت. بس من هنا اقدر اقول لك انا محمد ودي قناتكم مدرسة اشباح النت. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس بور كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. ده هو بوت اكس امباير او امبراطوريه اكس، عملنا له شرح قبل كده من حوالي 15 يوم، فيا ريت حضرتك تبتدي ان انت ترجع له الاول لان الكلام اللي فيه مش هنشرحه تاني. الفيديو هتلاقيه موجود في وصف الفيديو اللي هو الديسكربشن، وكمان بتلاقيه موجود مع رابط البوت في اول كومنت مثبت تحت الفيديو دوت. المفروض حضرتك دخلت على البوت خلاص بالشكل دوت وحضرتك تمام وشغال معايا بقالك فتره كبيره جدا. هتقول لي يا محمد ايه المطلوب مني دلوقتي ان انا اعمله؟ اقول لك ركز معايا واعيرني كل انتباهك، انصت جيدا. بعد كده يا عزيزي كل اللي علينا ان احنا اول حاجه نروح على كلمه المهام عندنا بالشكل دوت. المفروض ان انت هنا حضرتك بيكون عندك شويه مهام بالشكل دوت، اللي هي حسن 5 من المهارات المختلفه، واجمع مثلا 123900. طبعا الارقام بتكون مختلفه من الشخص للتاني، وشاهد فيديو على اليوتيوب. طيب اولا كده الاكواد الخاصه بالمهمات اليوميه الخاصه بيك عشان بتفتح جايزه دلوقتي هوريك بتفتحها ازاي، اللي هو المفروض الشخصيه اللي ظاهره قدام حضرتك دي اللي هي شخصيه الشيطان دي. فخلينا نرجع للمهام مره ثانيه ونشوف المهام اللي مطلوبه مننا. المفروض ان الفيديوهات بتختلف من شخص للتاني برضه، فان شاء الله انا هعمل الفيديوهات اللي هي ظاهره قدامك دي، فلو حضرتك عندك نفس الفيديوهات دي او الارقام بتاعتها فحضرتك هتكتب الاكواد دي ورايا. انما لو حضرتك ما عندكش الفيديوهات دي او الارقام الخاصه بيها عموما، فكل عليك بس ان انت هتدخل على قناه التليجرام الخاصه بينا اللي موجوده في وصف الفيديو، هتبتدي تنضم ليها، وبعد كده هتلاقيني منزل لك جميع الاكواد الخاصه بالفيديوهات دي من اول اصلا ما البوت اتعمل لحد النهارده بالظبط. فخلينا بعد كده نقول له شاهد فيديو على اليوتيوب من هنا. بعد كده انا بقول لك مطلوب منك الحلقه 54، هقول له شاهد الفيديو. المفروض ان هو يخرجنا على اليوتيوب، فكل علينا ان احنا مش هنخرج على اليوتيوب بالشكل دوت. هنا طالب مننا الكود، والمفروض ان دوت الكود الخاص بالحلقه 54 وبيديك 42,960,000 كوين او عمله. هنقول له شيك الكود بالشكل دوت. خلاص على كده زي ما حضرتك شايف تمام، ما عندناش اي مشاكل. انا عملاتي وصلت 1 بليون. طبعا الربح عندي في الساعه 171 مليون. جميل جدا. انا في دلوقتي المفروض في المرحله رقم 17 ودي كويسه جدا. بعد كده خلينا نروح للفيديو اللي بعده ونشوف الحلقه بتاعته اللي هي الحلقه 52. هنقول له شاهد الفيديو. خلاص اول ما يحولك على اليوتيوب اخرج وارجع على قناه التليجرام الخاصه بينا، هتلاقي الكود دايركت كده، وده المفروض الكود الخاص بالحلقه 52 611 52. هنقول له شيك الكود. خلاص على كده هتبتدي تاخد النقاط الخاصه بيك. ركز بقى بعد ما بتعمل جميع المهمات الخاصه بيك، هنقول له هنا اكمل كل المهام اليوميه، هنقول له استلام. المفروض من هنا بالشكل دوت بيوجهك فين؟ على صندوق الحظ. هنبتدي نروح عليه. بعد كده هنا البوكس اليومي الخاص بيك هيقول لك 1 جهاز، هنقول له ماشي. بعد كده نقول له افتح الصندوق. المفروض هنا ان احنا حصلنا على 73 مليون و700 الف كوين او عمله. جميل جدا. في ناس بتيجي تفتح البوكس بتلاقي مثلا الشجاع اللي انا اخترته او اللي انا كسبته في المره اللي فاتت، في ناس ثانيه بتلاقيها ظهر عندها ساحر الكريبتو، في ناس بتاخد عملات، في ناس ثانيه بتاخد القطه السوداء، في ناس ثانيه بتاخد الفتاه المتمرده، وفي ناس بتاخد اللي هو واحد صديق تيدي. جميل جدا. بعد كده طيب انا دلوقتي حصلت على شخصيه مثلا وحابب ان انا اغيرها، بتدخل على المرحله الخاصه بيك بالشكل دوت. بعد كده بتقول له تغيير الصوره الرمزيه. بعد كده عندك حاجه اسمها بريميوم اللي هي المدفوعه. بعد كده بدل ما حضرتك بتشتريها بنجوم، لا انا كسبت الشخصيه بضغط عليها من هنا، وبعد كده بقول له من فوق من هنا استخدام هذا الافاتار. خلاص على كده انت تمام. ده بالنسبه لايه؟ اول حاجه لازم تنجز المهمات اليوميه الخاصه بيك. جميل جدا جميل جدا. باقي الحاجات اللي هي موجوده عندك دي زي لغز اليوم والكلام ده كله بينزل دايما على قناه التليجرام الخاصه بينا. بعد كده شباب اهم مهمه عندنا دلوقتي عشان تقدر ان انت تحصل على العملات الخاصه بيك، حاجه اسمها ايه؟ اجراء معامله الطن او طن. اجراء معامله الطن الخاصه بيك دي المفروض ان هي بتديك 859 مليون و200 الف من الكوينز او عملات اكس امباير. بس ركز معايا، ارسل المعامله لتتمكن من تلقي الاير دروب. يعني ايه يا محمد الكلام ده؟ حضرتك طبعا لازم يكون في رصيد محفظتك الخاص بيك نص دولار. هتقول لي ازاي؟ وليكن ان دي المهمه الخاصه بينا، هنقول له تبرع من هنا. طبعا انا دلوقتي بشرح لك على تبرع لان هي تحولنا على محفظه تليجرام، انما بالنسبه لحضرتك لازم تروح هنا على حاجه اسمها اجراء معامله الطن. الخطا دوت لو حضرتك ان انت طنشت وما عملتش المعامله دي، فكل اللي عملته في البوت دوت راح عليك. طيب هنجيب منين عملات الطن الخاصه بينا؟ هقول لك دلوقتي وهفهمك كل حاجه، بس ركز معايا كده واحده واحده. المفروض ان هو بيحتاج منك المفروض نص طن اللي هو عامل 3 دولار وشويه، فال 3 دولار مش عقبه قدامك بما انك جمعت في البوت المفروض عملات كتيره جدا.
طيب ادراج العمله، لو العمله هتجيب لك بس $20 اللي انت جمعته كله في التوتال الربح في الساعه الخاص بيك واللي ده فعلا هيتم الادراج عليه، ملوش دعوه بالعملات. العملات دي هتحتاجها في حاله واحده بس، اللي هو بيحسب جميع العملات اللي حضرتك جمعتها من ساعه ما دخلت البوت، مش اكتر من كده. معنى كده يا محمد ان انا اصرف جميع العملات الخاصه بيا في الربح في الساعه؟ اقول لك فعليا ده المظبوط وده الصح، واي حد يقول لك كلام غير دوت ما بيفهمش اي حاجه. يعني جميع العملات الخاصه بيك ابتدي ان انت تصرفها كلها، بس اهم حاجه ان انت ترقي لي الربح في الساعه عندك. لو هتوصل حتى المفروض مليون، 2 مليون، 3 مليون، ما عندكش اي مشكله. انا بقول لك ان انا وصلت 171 مليون، وفي ناس من اللي انا دعيتها من الاصدقاء وصلوا 500 مليون، والناس دي شابوه بجد ليها، انا بحييها جدا جدا جدا. فكل اللي لازم حضرتك تعمله تروح عندك على حسابك على اجراء معامله طن او طن عندك، بعد كده هنا لازم تبعت نص دولار. خليني اشرح لك ازاي بيتم الكلام ده، لان فعليا منفذ المهمه دي، والمفروض يا شباب فاضل يعتبر يومين على ادراج العمله، لازم تعمل الكلام ده. بعد كده هنا هنقول له مثلا اجراء معامله الطن، بعد كده بتقول له قم باجراء معامله الطن. فدايركت كده بيبتدي يفتح عندك ايه؟ محفظه التليجرام الخاصه بيك. اول ما المحفظه بتبتدي تفتح عندك بالشكل دوت، المفروض هنا ان السعر بيكون نص طن. نص طن دوت قلت لك عامل قد ايه؟ عامل $3. بعد كده كل عليك ان انت بتضغط على كلمه كونفيرم، خلاص على كده العمليه بتبتدي ان هي تتاكد معاك. طبعا هنا انا مش هتبرع ولا اعمل اي حاجه بالشكل دوت، لان احنا ما نعرفش التبرع دوت رايح لمين. احنا نتبرع لاخواتنا في فلسطين ماشي، في جميع الدول العربيه ماشي، الناس دي تخصنا، انما اي تبرع للناس الاجانب دول لا، احنا نكسب منهم فقط لا غير. وعشان كده في خلال الفيديو دوت بما اننا ذكرنا فلسطين، فخلينا اقول لك يا ريت ندعي كلنا لاخواتنا في فلسطين وكمان في لبنان، لان الموضوع مش مستحمل صراحه اللي بيعمله الكيان المحتل فينا كعرب. وما تنساش برضو تدعي لهم في الكومنتات اسفل الفيديو دوت. نعم يا عزيزي، نحن اشباح النت، الرعب المتنزل في ظلام الكون الدامس يا الهي. بعد كده كل اللي علينا يا شباب اللي احنا هنروح على التعدين هنا، ولازم حضرتك التعدين اللي عندك دوت بص اضغط بصبعين على الشاشه كده زي ما حضرتك شايف، هتبتدي ان انت تجمع عملات اكتر. بس ده اللي معاك النهارده يا محمد؟ اقول لك لا استنى، رايح فين؟ ده في حاجات تانية لازم حضرتك تاخدها كده. كل اللي عليك ان انت بتروح على كلمه تحسين من عندك من تحت من هنا، بعد كده عشان تزود الربح في الساعه الخاصه بيك. شايف حضرتك اللي هي الرموز اللي موجوده عندك دي؟ شايفها، دوس عليها. انا المفروض دلوقتي المرحله بتاعتي 17، كل ما حضرتك بتبتدي ترقي الربح في الساعه عندي وصل 172 مليون زي ما حضرتك شايف. بتلاقي برضو المستوى الخاص بيك بيبتدي يعلى معاك. انا عايزك على الاقل يا عزيزي في خلال اليوم او اليومين دوت تكون مرحله 10 على الاقل. هتقول لي ليه؟ هعرفك برضو دلوقتي. يعني كل اللي عليك ان انت بتدخل على البوت عندك، جميع الحاجات اللي طالب منك اصرف العملات الخاصه بيك، اصرف العملات الخاصه بيك ما يهمكش، اهم حاجه تزود الربح في الساعه، والمفروض المستوى الخاص بيك اللي هو مكتوب عليه كلمه مرحله. بعد كده زي ما قلت لك اصرف ما يهمكش. ثمنها 22 مليون كوين، ثمنها 100 مليون كوين، اصرف العملات اللي معاك. العملات دي مش هتفيدك باي شيء، لازم الربح في الساعه عندك يكون عالي، والمرحله الخاصه بيك او المستوى الخاص بيك يكون عالي. طيب المفروض ان احنا عملنا الكلام ده كله. ربط المحفظه بيتم ازاي؟ ربط المحفظه انا ربطت المحفظه الخاصه بيا في الشرح اللي فات. المفروض هل في محافظ ثانيه هتبتدي ان احنا نربط عليها مثلا زي بيت جيت، باي بيت، اوكي اكس؟ مفيش الكلام ده. تعال محمد فهمني الكلام ده. اقول لك اضغط على الثلاث شرط دول معايا وانت موجود في خلال الفيديو كده. بعد كده كل اللي عليك ان انت بتروح على كلمه اير دروب بالشكل دوت وتدوس عليها. هتبتدي تنتظر لحظات، دايركت كده هيوجهك للمكان دوت. بعد كده هنا المفروض عندك حاجتين عشان تشارك في الاير دروب، اللي هي ارسال المعامله اللي حضرتك بتدفع نص طن البوت اكس امباير اللي هو عامل $3، ويا رب ما يقفلش بس قبل الكلام ده. بس خليني اقول لك ان هو مش هيقفل لان البوت ده موثق فعليا من التليجرام، وفعليا البوت دوت تابع لايلون ماسك، فمعنى كده ان التوزيع الخاص بالعمله هيوصلك فعليا، فمش عايزك تقلق يا عزيزي. بعد كده هنا ربط المحفظه الخاصه بيك. خليني من هنا اضغط على المحفظه مره ثانيه، بعد كده اقول له ربط محفظه مختلفه. هنا بيرجعك ثاني على ربط المحفظه الخاصه بيك. انا بربط لثاني مره المحفظه الخاصه بيا قدامك. بعد كده اقول له ربط المحفظه. لازم تكون رابط محفظتك، امال هتستلم عملتك على ايه؟ المفروض عندنا هنا المحافظ اللي ظاهره عندنا اهمهم اللي هي محفظه التليجرام. هتقول لي يا محمد ما تضغط لي على جميع المحافظ كده؟ اقول لك عناية ليك. عندك دلوقتي حاجات مهمه، البيت جيت اللي ظاهره قدامك دي، والمفروض باينانس اللي ظاهره قدامك دي، وغيرها من الباي بيت، وغيرها اوكي اكس، وغيرها من المحافظ دي كلها محافظ ويب 3 مالهاش دعوه بالمنصه اللي موجوده الخاصه بباينانس او بيت جيت او الكلام ده. انا فهمتك في فيديوهات قبل كده الفرق بين الويب 3 وبينها وبين ايه؟ الله ينور عليك، بينها وبين المفروض المنصه نفسها. اغلبيه الناس المفروض ان هي بتسحب على التون كيبر، فكل اللي عليك بس ان انت بتضغط عليها بالشكل دوت وتبتدي تربط محفظه التون كيبر الخاصه بيك. انا مش هربطها فعليا لان انا هربط المفروض محفظه التليجرام الخاصه بيا، استلم عليها العملات الخاصه باكس امباير، بعد كده احولها لاي مكان تاني وابتدي ان انا اتداول عليها، وان شاء الله يكون لها فيديو تاني. بعد كده هنضغط على ربط المحفظه واقول له اوبن وولت ان تليجرام. هبتدي انتظر لحظات لحد ما المحفظه الخاصه بيا تفتح معايا. اكس امباير
امباير wants to connect to Ton Space. خلاص على كده اقول له كونكت والت. هنا بيطلب منك باسورد المحفظه الخاصه بيك لو حضرتك عامل امان زي انا كده. خلاص على كده المفروض باك تو اكس امباير، العمليه تمت بنجاح. طن. خلاص على كده برجع هنا، ولازم حضرتك تعمل اعاده تحميل للبوت عشان تشوف فعليا هل المحفظه الخاصه بيك اتربطت بالشكل اللي هو ظاهر قدامك دوت ولا لا. خلاص على كده المفروض يا شباب عرفنا الخطا اللي احنا لازم نعمله فعليا او ما نوقعش فيه عشان نبتدي نستلم العملات الخاصه بينا. هتقول لي ايوه. هقول لك دلوقتي عرفت المهام الخاصه بيك اللي لازم تنجزها يوميا. هتقول لي ايوه. هقول لك هنا في حاجه مهمه تاني، عندك كلمه المدينه من هنا، كلمه المعارك دي مهمه جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك من هنا طبعا انا فاتح الماسي، خليني من هنا ابتدي اختار اي حاجه. حاول تلعب في الالعاب الخاصه بيها. ليه؟ لان الكلام ده كله بيكون مدرج في بيانات حسابك زي ما هوريك دلوقتي. خلينا نشوف بس النتيجه هتطلع ايه، هل انا كسبت ام خسرت. خلينا نشوف. هنا المفروض تعادل، هنا المفروض ان هو فاز عليا في المفروض بالشكل دوت في مقارنه المهارات. هو مهاراته اعلى مني مع ان انا المرحله بتاعتي 17 وهو المرحله بتاعته 17. هتقول له انهاء المفاوضات. المفروض حضرتك تبتدي تدخل مره ثانيه. خلينا مثلا نختار العدواني من المكان دوت، لان الناس كل ما بتعلى في الليفل بيختاروا حاجه ضد العدواني على اساس ان الخصم بتاعهم يختار عدواني. فخلينا نشوف هنا بالشكل دوت انا اللي كسبت. جميل جدا. بعد كده اقول له استلام. خلاص على كده حضرتك فهمت. هتقول لي ايوه. هقول لك بعد كده المفروض ان احنا انجزنا بعض الحاجات الهامه مع بعض، وما تنساش اهم حاجه تزود عندك الربح في الساعه من خلال ايه؟ بكرر تاني، بحاول اكرر لك، من خلال ان انت بترقي اي حاجه موجوده عندك سواء في الشخصي او المكتب او الفريق الخاص بيك. بعد كده هتقول لي يا محمد فين بيانات حسابي؟ اقول لك تعال معايا اضغط على المرحله الخاصه بيك او الصوره اللي فوق دي. بعد كده انا بقول لك ايه؟ انا بقالي 29 يوم في اللعبه. الخبره للمستوى التالي محتاج 2.1 بليون. بيقول لك اجمالي الخبره الخاصه بيا 7.8 بليون. انا دعيت 257 من الاشخاص، عملت تحسينات اللي هي 72. الانتصارات اللي قلت لك في المعارك اللي انا قلت لك عليها المفروض نسبه 62%، ودي حاجه كويسه جدا. انا انتصرت 20 انتصار. بعد كده المفروض ان الرصيد الخاص بالنجوم والكلام دوت هري ملوش اي 30 لازمه. المفروض دلوقتي عرفنا كل حاجه تخص بوت اكس امباير. فانا لحد هنا عزيزي بكون انتهيت. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت. اتمنى اكون افدتك في الفيديو دوت من خلال الحاجات اللي انا قلت لك عليها لازم تعملها بطريقه صحيحه عشان حضرتك تستلم العملات الخاصه بيك. اشوفك في الفيديو الجاي على خير. سلام يا قمر.